السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. أول فيديو النهاردة لتفريزات رمضان، هنعمل صلصة المحشي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنعملها بقى فاخر من الآخر. بسم الله ما شاء الله. شايفين الصلصة عاملة ازاي؟ هقول لكم على كل سر الصلصة اللي هنعملها، وهتطلع معاكم المحشي في منتهى الجمال. بس اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة، وصلوا لي الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، ونسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف أحلى وأجمل صلصة محشي. الطماطم عندنا بسم الله ما شاء الله مالية السوق ورخيصة. هنجيب كده حوالي 10 كيلو من الطماطم، وهنا 3 كيلو من البصل. عايزة تعملي بقى البصل اللي انتي عايزاه، احمر اصفر براحتك خالص، بس الاحمر ده بيبقى مسكر شوية عن الابيض. هنبدأ بقى اول خطوة معانا، هنجيب البصل بتاعنا هنقشره، هنحوش القشر بتاعنا من على البصل بالطريقة دي، وبعدين نغسله كويس جدا. هنبدأ الكمية بتاعتك دي هي ال3 كيلو، حلوة على 10 كيلو، لأن البصل ده بيخلي الصلصة مسكرة وبيديها طعم جميل. هنبدأ بقى نقشر الكمية كلها دي، وأي بصلة بايظة في البصل نعينها على طول، وهنقشر الكمية بتاعتنا كلها بالطريقة دي. كلنا طبعا بنعرف نقشر البصل، واهم حاجة ان احنا نغسل البصل بعد ما نقشره، لان في طبقة كده سودة عايزين نحوشها، بتبقى طبعا موجودة في بعض البصل. وخلاص كده هنخلص الكمية بتاعتنا بالطريقة دي وارجع لكم. وبعد ما خلصنا البصل وغسلناه كويس جدا، شايفين هنا بقى بتبقى في طبقة سودا كده، وغسلناه كويس جدا. هنجيب الكبة بتاعتنا بقى ونبدأ نقطع البصل بتاعنا الكمية دي، وهنضربها في الكبة. الفيديو ده بقى والتفريزات بتاع رمضان دي هتسهل علينا على طول، هنتعب يوم وهنرتاح طول الشهر. هنبدأ بقى كده نقطع ونضربها في الكبة، ونخلص الكمية بتاعتنا كلها بالطريقة دي. بعد انا ما فرمت البصل كده في الكبة، هبدأ بقى هصفي المية منه. المية دي انا مش هرميها، اقول لكم هعمل بيها ايه. هنبدأ بقى نصفي البصل كله كده، هينزل منه مية. المية دي بقى بتخلي الصلصة بتاعتي مفتلة شوية. لما بنحوش المية ونخلي بصل كده، بنخلي الصلصة ناعمة بتاعتنا وجميلة جدا. خلاص كده انا صفيت الكمية بتاع البصل كلها كده، والمية دي هقول لكم هنعمل بيها ايه. انا شلتها هنا كده في بولة، وبعد كده هنجيب بقى الطماطم بتاعتنا عشان نضربها في الخلاط. انا ما بصفيش الطماطم بتاع المحشي، بحطها كده بالتفل بتاعها، بتبقى جميلة جدا. هنبدأ بقى كده، هنبدأ نحط الطماطم في الخلاط. لما انا بزود الطماطم دي عشان تتضرب في الخلاط، بزودها بالمية. لا، انا المرة دي هزودها بمية البصل اللي انا صفيتها دي من البصل. ونصفي نحط المية ونضرب الكمية بتاع الطماطم بتاعتنا بالطريقة دي. نحط حبة كده بحبة على كل الكمية هعملها بالطريقة دي. كل ما نيجي نزود مية، لا نزود حبة من مية البصل. شايفين الطريقة بتاعتنا؟ ولا اسهل ولا ابسط من كده. حاجة، هنجيب حلة على النار كبيرة، وهنزل بإزازة إلا ربع من الزيت. بس الزيت بقى ننقي الجودة بتاعته كويسة، يعني لون كده وريح. هنزل بقى أول ما يسخن، هنزل بقى بالكمية بتاع البصل بتاعتي كلها دي في الزيت، وهنفضل بقى نشوح لحد ما يدينا اللون الذهبي.
وهنقلبهم كده على النار، وهنفضل بقى نقلب لحد ما يتشوح معايا البصل ده. والطريقة بتاعتنا سهلة جدا، هنرتاح يوم واحد بس وبعد كده هنرتاح كل الشهر. وهناخد الأكياس بتاعتنا جاهزة على طول من الفريزر، ونبدأ بقى نعمل أجمل وأحلى خلطة محشي. يا دوبك بس هي الخضرة والرز، وهنشوح كده لحد ما يدينا اللون الذهبي الجميل. لو عايزة البصل بتاعك يدبل على طول، معلقة ملح كده ونحطها هتلقاها اصفرت معاكي. وهنفضل بقى نقلب على طول علشان البصل بس ملزقش معانا في الحلة. طريقتنا سهلة، والبنات المبتدئين يقدروا يعملوها، هتبقى سهلة عليهم وهتديكي افضل واحلى نتيجة. بعد ما البصلة كده هتبدأ تصفر، هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا دي ونخلص الكمية بتاعتنا كلها، ونسيبها بقى تتسبك على النار. وهنسيبها على النار كده من فترة للتانية نقلب، وبعد كده نهدي النار خالص وهنسيبها تتسبك بقى. شايفين الزيت بدأ يطلع فوق والتسبيكة بتاعتنا تنزل تحت. شايفين بسم الله ما شاء الله، احلى واجمل تسبيكة محشي. الخطوة الجاية هنعمل ايه بقى؟ هاخد لو عندك هاند بلندر ممكن بضربتين كده في الصلصة دي، فانا ما عنديش هاند بلندر. هعمل ايه؟ هنجيب الكمية، نص الكمية هضربها في الخلاط، وبعد كده ما ضربتها هنزل على الكمية التانية وهنسيبها خالص على النار بقى. وبعد ما سبتها على النار واتسبكت تماما، عندي هنا بقى ربع كوباية من السكر، وعندي ربع كوباية من الملح. الملح والسكر مواد حافظة، والسكر بيعادل الحموضة بتاع الطماطم. شايفين بقى بعد ما اتسبكت على النار عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الزيت فصل عن الطماطم كده ولقيتيها سميكة. شايفين ولا اجمل ولا اروع من كده؟ بسم الله ما شاء الله. نسيبها بقى تبرد تماما، وبعدين نعبيها في الاكياس ونحطها في الفريزر. هنجيب اي كوباية ونحط فيها اكياس التلاجة، وعبي الكمية على قد افراد اسرتك وعلى الكمية اللي انتي هتعمليها. وهنبدأ بقى نعبيها في الاكياس. بعد ما بردت هنعبيها في الاكياس. الصلصة دي هتنفعك في شهر رمضان وهتوفر عليك وقت جامد جدا. اعمليها وبالهنا والشفا لأجمل وأحلى متابعين. وخلاص داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الأيام بالخير والسعد والهنا. ايه رأيكم بقى في الطريقة السهلة البسيطة اللي احنا عملناها دي لصلصة المحشي؟ بتبقى جميلة جدا. وهنعمل تفريزات للطماطم، وهنعمل فيديوهات كتير تسهل علينا الطبخ في شهر رمضان. وهنخلص الكمية بتاعتنا بالطريقة دي. ويلا يا حبايبي، الوصفة بتاعتنا خلصت والصلصة بتاعتنا خلصت. ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناة، واستنوني في فيديوهات كتير كتير يا أجمل وأحلى متابعين. يلا أسيبكم في رعاية الله وأمنه.